يا أهلا يا أهلا يا أهلا. في الأسبوع الماضي قطع كتير أعمال فنية جديدة وكان فيهم كتير إطلالات. شو شغلتي أنا هون؟ شغلتي إني فوت أحضر بحبش انتقد وندردش أنا وياكم فيه. اليوم بهيدا الفيديو رح أحكي عن إطلالات لأربع نجمات قطعوا بثلاث أعمال فنية نزلوا بالأسبوع الماضي، يلي هن إطلالات هيفا وهبي بكليب ولد، إطلالات نانسي عجرم بكليب علشانك، واطلالات رحمة رياض وبلقيس بالكليب تبع اغنية لايت ذا سكاي اللي انعملت كرمال كأس العالم. فهلا رح اقعد انا وياكم رح احضرهم لاول مرة معكم، يعني مش حاضرهم قبل، شايف قصص هيك على الخفيف على السوشيال ميديا، حنعلق على الاطلالات وعلى كم شغلة تانية ويلا. بس قبل ما بلش تشتركوا بالقناة بليز، بتفعلوا زر الجرس بليز، بتعملوا لي لايك على هيدا الفيديو بليز، بتعلقوا لي تحت هيدا الفيديو بليز. مش تهديد، لا، طلب بكل محبة. أول شي رح نبلش بكليب أغنية علشانك لنانسي عجرم، لنشوف. أها، على الأرجح في أجواء هندية. بلشت الأغنية، تحية نانسي. أوكي، شو لابسة نانسي هون؟ لابسة ست من فيرساتشي. مهضوم الست يلي لابسته حلو، لابسه تحته. اوه لا، نانسي كتير جريئة هالمرة، شو القصة يا نانسي؟ لا بس حلو، الواحد يحكي الصح، حلو. والتنسيق يلي انعمل حلو كمان، ان كان العقد، ان كان الاكسسوارز يلي بالشعر، ستايل الشعر. بصراحة نانسي يلي كنا نشوفها قبل بالدانتيل الابيض والاسود وستيل المدام، اليوم بهيدا الكليب لا، مغيرة نانسي. هيدا اول لوك حبيت. اوكي، ميك اب حلو اجمالا، لا لوك حلو فينا نعتبره. هلا في شغله حسيت او بعتقد انه لحن الاغنيه وتوزيعها واجواء الكليب هي هنديه، بس لوك نانسي اول لوك بعيد كل البعد عن الاجواء الهنديه. هيدي اول نقطه. ولوكات الرئيسين وراها والموجودين بالكليب كمان ما خصهم ابدا بالاجواء الهنديه. بس بشكل عام اطلالة نانسي الاولى تعتبر إطلالة جيدة حلوة جريئة، وأنا كتير بحب لما فنان بيكون كتير سيف بالعادة بيصير جريء بمطرح معين وبيخلي إطلالته تخدم الكليب أو تخدم جو الأغنية. فهون نانسي عملت شي حلو، بس يعني قلبي ناقزني من اللوكات الجاية لأنه حسيتها ما بعرف، خلونا نشوف. أوكي، أها، بلش اللوك التاني. مبين انا لابسه توب فيها البولكا دوتس، صفا حلوه. مركزه كتير على ستايل الشعر نانسي، حسيت بكل لوك في ستايل هيك، في حركه بالشعر which is شي حلو. مركزه كمان على ستايل المجوهرات او هيك، كمان حلوين. لحد هلا ماشي الحال، ما راح على الحركه. لا 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 لا، لحظه 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 لحظه. لحظه 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 لحظه، شو هالتنورة مع هالتوب مع هيدي؟ لا لا، نانسي كتير كتير هيك. اللي لك انه طلعي هيك شوي خارج عن المألوف، بس ما هالقد. لحظة لحظة لحظة، خليني ارجع اشوف. لا 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 لا، هيدي التنورة بهاللون مع لحظة، في شي تحت التنورة هون، روق شوي. شو هي؟ نانسي عزيزتي، شو في؟ لا لا لا، نانسي ماي دير،
تاني لوك ما توفقتي فيه. خلينا نكون صريحين واضحين انه تاني لوك ما زبط معك بالمرة. بعتقد انه اللوك يلي قبله فضلته اكتر، وبعيد وبكرر انه كمان اللوك التاني مثل اللوك الاول ما خدم اجواء الاغنية والكليب يلي هي اجواء هندية مثل ما فهمنا كلنا سوا. مهم. بعتقد يمكن هيدا اخر لوك. في لوك جديد، في لوك تالت. لحظة. اوكي، بوتس ذهبي، شورت جينز قصير كتير، بليزر بيضة، كروب توب بيضة، شعر ام العروس. ليش مع هيك لوك؟ باي ذا واي هيدا اللوك المفضل عندي لولا تسريحة الشعر. بشكل عام اطلالات مش مثل ما توقعت. خيب املي بالاطلالات ايه، خيب املي بالكليب والاغنية لا. صراحة حبيت، يعني بنحضر الكليب فان، ما بتحسوا فيه، ما انه كتير هيك سلس وخفيف. بس الاطلالات لإلي لا. وهلا ننتقل لشو؟ هيفا وهبة ولد. لا ما فيك هيك، ما فيك. مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم، ساكت يا حبيبي ليه؟ الله. A few moments later. اوكي، هيفا تاكسي. صوب الكليب. اوه لا لا، واو. سو هي هون بتسوق تاكسي، هيفا تاكسي. اوكي، الجمال ما رح نعلق عليه، لا تعليق يعني اسم الله. اوكي، الستايل حلو، حلو. الجينز مع الفتحات على جنب كتير دارج وكتير حلو، والشي اللي لبسته تحته عاطي هيك تاتش كتير حلوة. شعر مهضوم، اسم الله، هي جسمها يعني واو. لا مبدئيا اللوك حلو، سكسي يعني نحن اوه. هلا الشوز ما حبيت، يعني ما حسيت متناسق مع ستايل اللوك. معقول بس هيدا اللوك بالكليب؟ معقول ما في غيره؟ هلا الكليب حسيت انه اوكي مهضوم، ما في فكرة إلا انه هي بتسوق تاكسي وعم بتطلع معها رجال ولا واحد عم بيعجبها، وتسيمز انه في واحد عجبها، بس هيك. هلا اكيد هيدا مش لوك شوفير التاكسي يعني، هيدا على الاكيد. بس هيدي هيفا لما يكون عندها تاكسي هيك بيكون اللوك تبعها. أوه. لحظة لحظة لحظة، وقف لحظة لو سمحت. اوه، هون اللوك غير حلو. هون لبس دريس بيلمع كله سوا لونه بلو، كثير حلو هيدا اللوك. بس عبالي شوف من تحت الدريس، بعتقد قصير مثل ما بين معي. كثير حلو هيدا الدريس، في طلعة واو. لوك تالت كمان، اوكي. سات بيجي مثل كروب توب مع بنطلون كمان بينك، كمان حلو. عادي بس هيداك احلى يلي قبله. بشكل عام حبيت، وحبيت اطلالات هيفا بالكليب تبعها اكثر من اطلالات نانسي بالكليب تبعها. هلا رح ننتقل لثالث كليب يلي هو كليب اغنية لايت ذا سكاي، يلي هو الفيديو كليب الرسمي لكأس العالم يلي عم بيصير السنة بقطر. رح نحكي عن اطلالات بلقيس ورحمة رياض. بلقيس، رحمة، بين شي حلو. اوكي،
مين هيدي؟ بلقيس؟ سو أول حدا بلقيس. هيدا أول لوك لبلقيس، هو درس أسود طويل بأكمام طويلة. خلونا نحكي عن أول لوك لبلقيس. أول شي بشكل عام لحد هلأ الكليب مش عاطيني فايبس إيجابية. مفروض نشوف هيك شي كتير حماسي، في ألوان، في حتى الأغنية حسيت إنه صراحة أنا كنت ناطر ومتوقع شي غير هيك، متوقع شي حماسي كله ألوان، كله فرح، كله إيجابية، كله هيك فايبز كتير حلوة. يعني عم بحضر كليب كئيب بألوان كئيبة، أسود وكحلي وغوامق وعتمة و... بعدين لحظة، إطلالة بلقيس أول إطلالة بتطل فيها بالكليب هيك. هلأ هيك أغنية بدها هيك لوك، غير إنه الدرس مقصرة لبلقيس ومعرض اللور بارت. هيدا درس مناسب لا هيك كليب وهيك أغنية وهيك مناسبة. هيدا درس بتلبسيه بحفلة عندك إياها، بعرس عم تحييه، بجلسة تصوير، فيكي أكيد فيكي، بس إنه بهيك كليب والله الكلمات مو معقول. كأنه خي صغير كاتبهم، بس ما عندي خي صغير. اوكي لحظة. هيدا الشي الابيض يلي لبسته رحمة، غير انه مش حلو، شو خصه بالشي اللي عم نحضره؟ يا الله، طلعوا قربوا. هلا هيدا الدرس او ما بعرف شو هو، شايفينه مناسب للاغنية واجواء الكليب وفكرة الاغنية والكليب بشكل عام. بس سؤال، رحمة شو في؟ رحمة وبلقيس شو في؟ اوكي هون في اطلالة تانية لبلقيس، هيدي الاطلالة مقبولة اكتر. يعني مع هول الجلوفز هون، مع المجوهرات، ستايل التوب مع البنطلون، مقبولين اكتر. بس ستيل مش مناسبين لهيك اجواء اغنية. هول ما بعرف، هول لسهرة. اوكي هيدا لوك سهرة. بدنا نشوف اللوك التاني لرحمة. اوكي هيدا اللوك التاني لرحمة، بنطلون اسود، توب جلد سودا، افضل من اول لوك اكيد. اثنيناتهم بهيدا المشهد، رحمة وبلقيس افضل من اول لوك، لا رحمة ولا بلقيس. بس كمان هيدا لوكات اذا رايحين يسهروا شي مطرح، مخصن بالاغنية، مخصن بالستايل. يعني ما بعرف، بشكل عام خيب املي بالاغنية ايه، خيب املي بالكليب ايه، خيب املي باجواء الكليب والاغنية ايه، خيب املي باطلالات رحمة وبلقيس ايه. فهيدا هو كان رأيي باطلالات نانسي عجرم، هيفا وهبي، بلقيس ورحمة رياض بالكليبات اللي ظهروا فيهم بالاسبوع الماضي. بعتقد من بين الكل هيفا يلي توفقت اكثر شيء. وان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، وانطروني بفيديو جديد بعد كم يوم.